السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنبدأ مع بعض يوم جديد وفيديو جديد، اتمنى ان هو يعجبكم. بس قبل ما نبدأ نقول بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله. فيديو النهارده سهل وبسيط. هعمل وصفة سهلة كده من الحاجات الطبيعية اللي في البيت لتسكين ألم العظام. اهي الوصفة، تعالوا نشوف مع بعض هنعملها ازاي وايه المكونات. كده معايا مقادير الوصفة بتاعتنا. معايا 10 ورقات نعناع اخضر، يبقى لسه طازة كده بالشكل ده، ما يبقاش مركون عندك. ومعايا ربع كوباية زيت زيتون. ومعايا حوالي 6 فصوص توم. لو فصوص كبيرة يبقى 5 فصوص، لو وسط يبقى 6. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. هنجيب كده التوم بالشكل ده. اهم حاجة يبقى لسه متقشر دلوقتي، يعني ساعة لما تعملي الوصفة، عشان ما يبقاش متأكسد معاكي لما تعملي الوصفة. دي مسكنة لجميع آلام العظام. وكله عارف طبعا ان زيت الزيتون اصلا يعني بيدخل في حاجات كتير قوي، في علاجات كتير قوي، وحاجة طبيعية في بيتك جربوها. قشرت التوم بقى بالشكل ده، هقطعه كده لدوائر صغيرة. اهم حاجة بس نسيب الوصفة دي 48 ساعة، المكونات كلها كده تتعتق مع بعضيها. وبعدين اللي عايز يدهنها بقى على الرجل او الظهر يدهنها بالشكل ده كده. اتمنى بس يا جماعة اللي يدخل القناة يعمل سبسكرايب ليه. اهو. هنجيب بقى النعناع، هناخد كده حوالي 10 ورقات. اهم حاجة بس يبقى طازة، ما يبقاش مركون عندك، عشان تبقى المفعول بتاعها كويس بالشكل ده كده. اهم. همسكهم بقى بايديا كده. هو فيديو سهل وبسيط، بس حاجة حبيت عرفتها حبيت اوريها لكم. وحاجة يعني ما فيهاش خوف، ده زيت زيتون اصلا فوائده كتير. كده بالشكل ده. عندك اي علبة بقى كده تبقى لازم تبقى ناشفة، ما تبقاش مبلولة. هتحط كده النعناع والثوم فيها. اهم حاجة بس ما يبقاش توم مركون عندك في التلاجة عشان الاكسدة بتاعته. اهي بالشكل ده كده. هنجيب كده زيت الزيتون ربع كوباية. اهم حاجة بس نسيب الوصفة دي 48 ساعة، وبعدين نعملها، وبعدين ندهن منها. كده خلصت الوصفة اهو معاكم. اتمنى بس اللي يجربها تعجبه، واتمنى يدخل القناة يعمل سبسكرايب للقناة وشير للفيديو. كده بعد 48 ساعة هنطلع الحاجات اللي جوه ده. لازم البرطمان ده يفضل 48 ساعة لحد ما المكونات اللي فيه تعتق كلها كده مع بعضيها. بعد 48 ساعة نطلع التوم والنعناع اللي فيها ده بمعلقة أو بأي حاجة، بس حاجة تبقى ناشفة مش تبقى مبلولة، ونستخدمها. مع السلامة.